سلام الله عليكم جميعا. عنوان القصيدة: نيجيريا إلى أين؟ هناك حديقة مأوى السرور، تفيد خلالها أحلى البحور، وتنبت أرضها أبهى النبات، وتنفخ بينها خير العطور، يفشي وتنفخ بينها خير العطور، يفشي صيتها في العالمين، وكانت معدن الخير الكثير، ويرغب في جواهر البرايا لكي يجنوا من الثمر النظير، ويزرع عندها الأقوام شتى، وكانوا يعملون بدون ذور، وبينهم الأخوة والتحاب، وعشرتهم تزيد بلا الفجور، لكل شعب دين يعبدون بلا إكراء الشخص والغرور، ويرأس كلهم بر تقي، ويعدل بينهم عند الأمور. الملاحظة من الأساتذة. شكرا جزيلا يا شاعرنا، جزاك الله خيرا. آمين. هذه الأبيات مقيدة أو مطلقة؟ مطلقة. ولماذا تقرأ بعضها مقيدة وبعضها الأخرى مطلقة؟ هذا أولا. ثم قلت بعد ذلك عطور أو عطور. العطور. العطور. العطور جمع أو مفرد؟ جمع. نعم. وجمع ما مفرده؟ العطر. العطر. ما العطر لا 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 ليس هكذا. جمع عطور. عطور بضم العين. نعم. نعم. نعم ما في. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الآن فالذي يتفضل بقصيدته الآن هو الذي يلقي أخيرا إن شاء الله من مركز الدراسات العربية والإسلامية أباتا أرارومي، الشاعر خضر محمد ثمبو. حضر محمد ثمبو يلقي فقط ولا نحكم على قصيدته، أياكم الله، على طريقة لأن الارتجال. قصيدته جاءت متأخرة. ما شاء الله، فالقي على طريقة الارتجالية.